بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نعمل وصفة حلوة قوي. هي طريقة عمل الرز بلبن او الرز بالحليب بطريقة سهلة وبسيطة وزي الجاهز. جربوه ان شاء الله يعجبكم. ونروح بقى ونشوف الطريقة. هنا عندنا 2 كيلو لبن حليب، وبنضيف عليه رز المصري بتاعنا. اهو الرز ده بنضيف كوباية ونص بالمعيار ده كده، وبيكونش رز ولا نقعاه في ميه ولا حتى سلقاه. هو الرز بغسله كده كويس قوي، بقوم حاطاه في اللبن الحليب. بفضل اقلب كل شويه كده من وقت للتاني، بنفضل نقلب كل شويه عشان خاطر الرز ما يلزقش معانا. بنقلب بالشكل ده، وبعد حوالي 10 دقايق بنقوم حاطين كيس فانيليا. وبعد كده بنضيف السكر، نص كوبايه سكر. السكر ده اختياري، ممكن تزودي ممكن تقللي حسب ما انت بتحبيه. هنا انا حطيت نص كوبايه سكر. وهنا عندنا نص كوبايه قشطه لباني، اللي هي القشطه بتاعه اللبن دي، انا كنت شايلاها فحطيت عليه. ده بيدي طعم حلو قوي في الرز بلبن. وبعد كده بنفضل نقلب بالشكل ده كده. هنا الرز بتاعنا بيبقى نازل تحت بس كل ما بيستوي بنلاقي الرز بيبان في الحليب في اللبن بالشكل ده كده. هنا كده قرب يستوي. اخر مرحلة انا هعملها هي النشا، ان انا هحطه في الاخر بس بعد ما الرز يستوي خالص. وبنبدأ نقلب بالشكل ده. هنا الرز تقريبا الرز استوى خلاص معانا. بعد كده بنحط هنا 3 معالق كبار نشا على نص كوباية مية او نص كوباية لبن حليب. بندوبه كويس قوي وبنحطه، ودي اخر مرحلة انا بعملها. بنحطه على اللبن بالشكل ده كده ونقلبه بسرعة. بنقلبه بالشكل ده كده. وهنا بيكون خلص الرز معانا. نبدأ نحطه في الأطباق. وده أحلى رز بلبن، بيبقى طعمه زي الجاهز بالظبط. وبيتقدم وبألف هنا. دي كانت وصفتنا النهاردة. الوصفة سهلة وبسيطة، وفي مجموعة تانية من الفيديوهات على القناة تقدري تستفيدي منها في عمل أكلات جديدة ووصفات لذيذة مبتكرة وغير مكلفة. واشتركي في القناة علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هعملها واللي فيها الوصفات الجديدة. بعد ما تشتركي دوسي على علامة الجرس، هتطلعلك رسالة علمي عليها ودوسي موافقة علشان يوصلك إشعارات بكل فيديو جديد بنزله. ولو عندك اي استفسار او محتاجة تسألي على حاجة اكتبيها تحت الفيديو هرد عليكي. اعملي لايك وشير للفيديو ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.